عشاق الملكي نادي الزمالك، اهلا بيكم فيديو جديد وحلقه جديده. من خلال حلقه النهارده عزيزي الزملكاوي هنتكلم في تفاصيل مهمه جدا جدا في صفقات نادي الزمالك والازمه الموجوده بسبب حمزه المسلوسي. في انقسام كده في نادي الزمالك بعد اصابه حمزه المسلوسي بالرباط الصليبي اللي ربنا يشفيه ان شاء الله في الفتره القادمه. ولسه طبعا يعني حمزه المسلوسي كده موسمه انتهى مع نادي الزمالك ومعاه تقريبا من 9 شهور ل 12 شهر، فلاعب بشكل رسمي كده موسمه انتهى مع نادي الزمالك. خلاص اللاعب برضو عارفين انه ما جددش لحد دلوقتي وانه عقده هينتهي بنهايه الموسم. ففي انقسام كده في مجلس اداره نادي الزمالك كالعاده، يعني اللي كان بيقول لك المجلس الموحد وكده وكده وكده، ولكن في النهايه في انقسامات كبيره جدا موجوده في نادي الزمالك دلوقتي، والوعود اختلفت والشكل بتاع نادي الزمالك واداره نادي الزمالك اختلف تماما عن الاول. مش بنهاجم الاداره، ولكن ده الواقع وده الحقيقي الموجود في نادي الزمالك. المهم ان في انقسام حول ملف حمزه المسلوسي. في ناس في مجلس اداره نادي الزمالك شايفين اننا نجدد لحمزه المسلوسي وبعد كده نرفع اسمه من القايمه علشان ما يتحسبش علينا لاعب جديد لما نيجي نحط اسمه تاني في القايمه. وفي ناس شايفه تاني ان يعني اننا خلاص كده ننهي مع حمزه المسلوسي وخلاص كده يبقى موسمه انتهى، وده طبعا حاجه مش حلوه خالص يعني في حق حمزه المسلوسي وفي حق نادي الزمالك. ويعني انا يعني وجهة نظري في الموضوع ده يعني وجهة نظر بسيطة جدا، اننا ندي حمزة المسلوسي قيمة عقده او بقية عقده مع نادي الزمالك ومستحقاته كاملة 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 خالص، من غير اي ما يكون ليه اي مليم في نادي الزمالك ولا قرش زي ما بيقولوا. فياخد مستحقاته كاملة، لا ويتعمل له كمان العملية برضه على حساب نادي الزمالك، ويتكلف نادي الزمالك بحماية اللاعب وتدريبه وكل حاجة لحد ما يبقى جاهز للمشاركة. وساعتها نادي الزمالك يعني ما عليهوش اي مشاكل، بس ما نجددش للاعب وخلاص كده يبقى حمزه المسلوسي قصته انتهت مع نادي الزمالك. انا مش بقول لك ترميه، لا انا بقول لك تعالجه وتعمل كل حاجه وتسيبه في النهايه لانه يعني يخرج من نادي الزمالك بشكل محترم، لانك هتكون عملت له العمليه، هتكون اديته مستحقاته كامله متكامله. في النهايه هي دي وجهه نظري مع حمزه. مش هقول لك اننا نرميه وخلاص كده مالناش دعوه بيه ونديله مستحقاته مع نفسه، لا نعالجه ونعمل كل حاجه معاه. طيب ده بالنسبه لملف حمزه المسلوسي. بعد اصابه حمزه المسلوسي وش كده يا جماعه نادي الزمالك يمكن هو ده اللي فتح الباب لانه يتعاقد مع مدافع واثنين، وفي 3 مدافعين في الحقيقه مرشحين للانضمام لنادي الزمالك الفتره الجايه. اول واحد وهو واحد من المدافعين المميزين جدا، واللي كابتن احمد سليمان كان طلع مع ابراهيم فايق لو تفتكروا وقال لك احسن مدافع موجود في القاره، وهو كان زين الدين بالعيد، اللاعب اللي كان مخلص مع نادي الزمالك لولا ان اخونا جوميز يعني المدرب اللي هرب وراح الفتح السعودي هو اللي رفض التعاقد مع زين الدين بالعيد، وقال لك انا مش محتاج في المكان ده، انا محتاج قدام سواء في الجناح واوفي ايجاريا والكلام ده. فعشان كده اللاعب زين الدين بالعيد الجزائري خرج من حسابات نادي الزمالك في الوقت ده، فكان الزمالك مخلص معاه كل حاجه. دلوقتي نادي الزمالك فتح مفاوضات قويه جدا جدا للتعاقد مع اللاعب، واللاعب طبعا بيلعب في الدوري البلجيكي حاليا وشارك في 10 مباريات في الدوري البلجيكي، ولاعب مميز جدا ومدافع دولي على فكره، بيلعب في المنتخب الجزائري كتير جدا ولاعب اتحاد العاصمه الجزائري برضه، فعنده خبرات كبيره جدا في القاره الافريقيه، وحاليا بيلعب في الدوريات الاوروبيه وتحديدا في الدوري البلجيكي. كمان اللي عايز اقوله لك ان سنه صغير، يعني حوالي 26 سنه الا شهر كده، فلاعب عنده 26 سنه برضه سنه صغير ومميز جدا جدا في الالتحامات ومميز جدا حرفيا بصراحه، ولاعب شاري نادي الزمالك. فالزمالك فتح مفاوضات قويه جدا لشراء اللاعب، يعني على سبيل الاعاره لمده 6 شهور مع بند احقيه الشراء، نفس بند احقيه الشراء اللي هيكون في عقد او اللي موجود في عقد بنتايك. فدي الزمالك اللي شغال عليه. الزمالك مش عايز يشتري لعيبه بشكل يعني مباشر، لان الصفقه هتكلف نادي الزمالك تكلفه كبيره. ففي الوقت الحالي اقدر اشتريه بنيه الاعاره او اعاره بنيه الشراء، وده اللي شغال عليه نادي الزمالك مع زين الدين بالعيد. طيب في مدافع تاني موجود في نادي الزمالك يعني حاطط عينه عليه ويعني اشتغل في المفاوضات بشكل رسمي حاليا، لاعب هادي رياض لاعب نادي بتروجيت، وده مدافع في نادي بتروجيت رغم اني متابع بصراحه الدوري، ولكن هادي رياض ما اخدتش بالي منه، مش ملفت للنظر يعني، ولكن عيون نادي الزمالك هي اللي اختارت او السكاوتنج الموجود في نادي الزمالك هو اللي اختار اللاعب ده، معرفش على اي اساس بصراحه. ولكن هادي رياض ده عنده 26 سنه بيلعب مدافع في بتروجيت، وبيراميدز على فكره داخل في الصفقه، وبما ان بيراميدز داخل في الصفقه فاكيد لاعب مميز، وبيراميدز بيحاول يغريه بالمبالغ الماليه، ولكن اللاعب عنده رغبه في الانتقال لنادي الزمالك. نادي الزمالك دخل في المفاوضات على اساس انه يدخل مع نادي بتروجيت في برضه شراء اللاعب بنيه الشراء اعاره برضه 6 شهور
لحد ما نادي الزمالك يعني يكتشف اللاعب، سواء نجح اللاعب مع نادي الزمالك هيفعل بند الشراء، ولو ما نجحش مع نادي الزمالك يقولوا شكرا لبتروجيت ويرجع اللاعب لبتروجيت مره جديده. بالمناسبه اللاعب شارك في كل المباريات سواء في كاس الرابطه وفي كاس مصر وفي كل مباريات الدوري، فلاعب يعني موجود في كل المباريات. وخلينا نشوف الايام القليله هتسفر عن ايه. لكن نادي الزمالك قبل مباراه بيراميدز اللي هتكون 31 لازم هيكون مخلص كل حاجه، على اساس ان القيد الافريقي طبعا كلنا عارفين انه هيبدا في او نهايته هتكون 31 يناير اللي هو خلاص ده اخر يوم في القيد الافريقي. اما بالنسبه للقيد المحلي اخره 8 فبراير اللي هو 8/2 اللي هو شهر 2 تحديدا. فلسه القيد المحلي مستمر معانا لحد 8/2، اما القيد الافريقي اخره 31 يناير الجاري. فخلال 5 ايام القيد الافريقي هيقفل، خلال 13 يوم تقريبا القيد المحلي هيقفل في مصر. طيب المدافع الثالث اللي نادي الزمالك شغال معاه وفتح خطوط تواصله مع فرج عامر مدير او طبعا رئيس نادي سموحه، نادي الزمالك اشتغل على محمد ربيعه المدافع صاحب ال 30 عام، واللي عندي مشكله مع سنه كده، 30 عام برضه يعني نوعا ما سنه كبير، ولكنه مدافع نادي الزمالك شايفينه انه مدافع دولي ومدافع جيد جدا، وظهر مع حسام حسن في المنتخب المصري. وده المدافع ده بيلعب في نادي سموحه، وكان طبعا لاعب مودرن سبورت سابقا. في الحقيقه انا شفته مع مودرن سبورت كان بيأدي بشكل جيد، ونادي سموحه برضو بيأدي معاهم بشكل جيد. لاعب قدمه يسرى، مدافع ايسر يعني، وبيلعب على فكره كان مع مودرن سبورت الاول كان بيلعب باك ليفت، فهو جوكر يعني يقدر يلعب باك ليفت ويقدر يلعب مدافع. فده يميز اللاعب يعني في مركزه، وانه بيلعب في اكتر من مركز، ودي حاجه مميزه جدا جدا في اللاعب يعني طبعا كلنا عارفين انه اهلاوي واعلن كده كذا مره، واعلن مع كابتن خالد الغندور. لكن خلاص بقينا في عصر الاحتراف، وعارفين ان في لعيبه كتير في نادي الزمالك اهلاويه ولاعيبه كتير في نادي الاهلي زملكاويه، فخلاص بقينا في عصر الاحتراف، مفيش دلوقتي انتماء، كله عصر الاحتراف وعصر الفلوس. فمحدش يقول لي ان اللاعب اهلاوي ومش عايزينه والكلام ده. اللاعب نادي الزمالك شايفه على فكره احد اولوياته، وتاني واحد يعني تاني اسم بعد زين الدين بالعيد. وهقول لك التفاصيل اللي هي يعني نادي الزمالك عايز ايه. نادي الزمالك يعني عايز اللاعب برضو اعاره بنيه البيع. شوف كام لاعب نادي الزمالك عايزه اعاره، 3 لعيبه عايزهم اعاره. هتقولي ليه؟ هقول لك علشان نادي الزمالك شايف يعني ان المبالغ الماليه هتكون في صفقه كشراء يعني مش اعاره هتكون كبيره جدا، لكن هو يدفع مبلغ الاعاره ومبلغ شراء اللاعب لو نجح مع نادي الزمالك هيكون ساعتها يحلها 1000 حلال. طيب نادي الزمالك عايز ايه من ال3 لعيبه دول؟ نادي الزمالك عايز الاقل سعرا. زي ما بقول لك كده، نادي الزمالك عايز الاقل سعرا. يعني مين الاقل سعرا وهاخده؟ نادي الزمالك هو ده اللي شايفه. طبعا ممكن جدا نشوف 2، يعني نادي الزمالك الاقل سعرا خد بالك مش من ال3، من ال2 سواء ربيعه او زين الدين بالعيد. انما هادي رياض نادي الزمالك داخل بقوه على اساس انه يكون تدعيم قوي على دكه البدله. فشايف ربيعه وزين الدين بالعيد واحد منهم يقدر يكون موجود وبشكل اساسي كمان مع نادي الزمالك قبل مباراه نادي بيراميدز، في حال يعني الونش او حسام عبد المجيد لا قدر الله حصل لهم اي حاجه. في مركز خط الوسط عزيز الزملكاوي ظهر جدا في مباراه مودرن سبورت ان نادي الزمالك يفتقد للاعب رقم 10 في غياب ناصر ماهر لاصاباته الكتيره، اللي معرفش تقريبا اخر فتره ناصر ماهر اصاباته كتيره ليه، اصاباته العضليه يعني. واصابه عبد الله السعيد اثرت جدا، وظهر ان نادي الزمالك محتاج لاعب رقم 10. زيزو ما ينفعش لاعب رقم 10 نهائي، فما فيش لاعب رقم 10 موجود غير ناصر ماهر وعبد الله السعيد. فنادي الزمالك من الناحيه دي ظهر قدامه لاعب وهو الياس الجلاصي. الياس الجلاصي لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق، ولعب في نادي اهلي بني غازي السابق برضه لما مشي من النادي المصري البورسعيدي، وكانت له تجربه كبيره جدا وناجحه جدا 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 في المصري البورسعيدي. وعلى فكره كان نادي الزمالك قريب من شراء اللاعب، لولا ان ايقاف القيد حصل لنادي الزمالك والازمه الماليه، وكل ده خلى اللاعب بعد عن نادي الزمالك في فتره من الفترات. كان نادي الزمالك هيشتريه من المصري البورسعيدي. في النهايه اللاعب حاليا بيلعب مع الاتحاد المونستيري، شارك في 22 مباراه، سجل 6 اهداف، ولاعب عمره 30 سنه، وبيلعب مركزه يعني خط وسط 8 او يقدر كمان يلعب 10، وبيقدر يلعبها كويس قوي، مجيد في الفاولات والضربات الحره المباشره، مميز جدا جدا، وشفناه مع النادي المصري البورسعيدي سواء بيسجل بشكل مباشر او بيعمل عرضيات مميزه في الضربات الحره المباشره، وكان بيعتمد عليه المصري البورسعيدي بشكل مميز جدا جدا. فواحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في الفتره الاخيره، وهو لاعب تونسي طبعا جنسيته،
وبيلعب في الاتحاد المونستيري او الاتحاد الرياضي المونستيري في تونس، ومهم جدا جدا لنادي الزمالك في حاله تعاقد معاه. نادي الزمالك عايز اللاعب بشكل نهائي على فكره، لان اللاعب يعني هيكلف نادي الزمالك تقريبا من 300 ل 400 الف دولار، فده مبلغ ان شاء الله يقدر نادي الزمالك يوفره للاتحاد المونستيري، وهيكون يعني مبلغ بسيط لنادي الزمالك. ده لاعب مهم جدا، ووجهه نظري هتكون صفقه مهمه جدا لنادي الزمالك. ونادي الزمالك مش بس عايزه كده، لا ده الزمالك عايزه يتأيد معاه في القائمه الافريقيه، فنادي الزمالك بيضغط كويس جدا جدا علشان يخلص اللاعب قبل 31 يناير، لان عارفين ان 31 يناير اخر يوم في الاتحاد او القيد في الاتحاد الافريقي. كان كوادو اوبوكو اللاعب اللي بيلعب في مونتريال الكندي اسمه موجود وبقوه، والوكيل بتاعه لسه بيعرض اللاعب على نادي الزمالك، وبيأكد لهم ان اللاعب خلاص مخلص معاه كل حاجه ومخلص البنود الشخصيه مع نادي الزمالك. وبالمناسبه على فكره جروس وافق على اللاعب بيلعب جناح شمال وجناح يمين، وبيقدر يلعب في مركز راس الحربه، وان كان يعني مميز في مركزي الجناح سواء الايمن او الايسر. فاللاعب موجود واسمه مطروح وبقوه، قد نرى اللاعب في نادي الزمالك خلال يومين او 3 بالكتير قوي. فاللاعب موجود واسمه مطروح، لكن نادي الزمالك لسه ما اخدش خطوه في اللاعب ده. نادي الزمالك اخد خطوات كبيره جدا في زين الدين بالعيد، محمد ربيعه وهادي رياض وكمان الياس الجلاصي، لكن خطوه كوادو اوبوكو لسه. لكن عايز اقول لك ان الزمالك يعني متفق على كل حاجه مع البنود الشخصيه مع اللاعب، سواء المرتب وقيمه العقد وكل حاجه مع اللاعب، لكن النادي الكندي لسه مبالغه الماليه ما اتفقش نادي الزمالك او ما قربش وجهات النظر نوعا ما. كمان الزمالك بيبحث عن لاعب مهاجم تحت السن يكون مميز. دي كانت صفقات الزمالك القريبه في الوقت الحالي، خلاص 6 ايام على القيد الافريقي او 5 ايام على القيد الافريقي، ولسه زي ما قلت لك حوالي 13 يوم على القيد المحلي. فالزمالك زنق نفسه، والاداره يعني حطت نفسها في مأزق في ان نادي الزمالك محتاج لعيبه في خلال 10 ايام او 5 ايام. فده في حد ذاته بصراحه فشل من الاداره، لاننا سايبين 25 يوم فاتوا ما عملناش اي حاجه وما ضغطناش على اي نادي، او اننا يعني نبدا نبادر اننا نشتري لعيبه، والمنافس بيشتري وكله بيشتري لعيبه، الا ان نادي الزمالك اتاخر جدا جدا في ملف الصفقات، وده في حد ذاته ان دل فبيدل على يعني تخبط في مجلس اداره نادي الزمالك. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، كل التوفيق لزمالكنا. وفي النهايه عزيزي الزملكاوي اشوفكم في فيديوهات تانية جديده، سلام.